السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر الأحداث وآخر التطورات وإعلان حالة الطوارئ في عموم إسرائيل حتى 30 منه. وماذا بشأن الاستعدادات العراقية للرد على التطورات في لبنان وآخر الاستعدادات اليمنية؟ كل ده هنناقشه في الفيديو ده. في رشاقات صاروخية ضخمة جدا طلعت من لبنان، منها وصل لأماكن حيوية في إسرائيل، وبناء عليه على فكرة يعني كان بخلاف توقعات اللي حطوها الإسرائيليين. اللبنانيين النهاردة عملوا أشياء فوق ما توقع اليهود. وعلى المقابل في استعدادات هنبدأ نشوفها دلوقتي، خاص تفاصيل قرارات اجتماع الفصائل العراقية حول العدوان على لبنان. أفضى اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين، ضم عددا من قيادات فصائل عراقية مسلحة وممثليها حول الوضع في لبنان عن اتفاق يقضي بدعم حزب الله اللبناني بالجهد العسكري البشري والتسليحي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرار عمليات القصف من داخل الأراضي العراقية والسورية تجاه أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل تصاعدي مع توسيع رقعة المواجهة ضد كل طرف يقدم الدعم للاحتلال، في إشارة إلى القواعد الأمريكية بالعراق وسوريا. هنا شوف يعني والذين لا يجدون إلا جهدهم، قال لك يعني بما نمتلك وبالقوى البشرية كمان. يعني من يمتلك التكنولوجيا بيقول احنا يعني الحمد لله رزقنا الله بالتقدم في التكنولوجيا، فبدأنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي، بدأنا يبقى عندنا حاجات فريدة من نوعها. وفي اللي ما يملكش طبعا لا يخفى على أحد ما حدث بالعراق، تمام. فبيقولوا والله بما نستطيع من أدوات وبما نستطيع من أنفسنا جهادا في سبيل الله. ويقول لك فلسطين مش قضيتي ويا الطعمية من كام يوم برضه أنا كنت معلق على بوست واحد يمني، فلقيت السعودي بيقول لي خليك في القاط بتاعك. قلت والله أنا ما بضربش قاط، أنا بضرب كشري، بضرب طعمية، لكن القاط ده أنا ما فقال لي انا اسف ان انا ما كنتش عارف ان انا بتكلم مع واحد جاهل وبتاع مش عارف ايه. المهم ان انا اديته حقه يعني ما وفيته حقه يعني. ف كل من استطاعته خلاص. لا وسبحان الله زي ما ذكر في القرآن، والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولعنهم. يعني تخيل، في ناس يعني ربنا بيقول لك في ناس ليش غير ان هي يعني جهدها وبتاع، فتلاقي يسخرون منهم. طيب على المقابل قال لك سخر الله منهم بس كده ولعناهم واعد لهم عذابا عظيما. الله اكبر، ده مصيبه سودة. انت عارف يعني من لعنه الله؟ يعني طردوا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن طرد من رحمه الله ما يعني ولو ان للذين ظلموا ما في الارض ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم. انت عندك كم مليون ولا حتى عندك كم مليار، انت تقدر تجمع كل كنوز الارض. طب ده انت لو قدرت حتى مش بس من في الارض كنوز الارض، قال لك ربنا ومثله مع مره كمان تاني كنوز ارضين يعني وقول له يا رب ده هو بقى انا بقى خلاص يعني انا هفتدي واللي انا عملته في الظلم بقى ومعصيتك وبتاع وسامحني. قال لك ما تقبل منهم. ربنا يتجاوز عن سيئات، يتجاوز عن ذنوب، يتجاوز. انما الظلم الى الظلم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. بدأ بنفسه سبحانه وتعالى. تخيل، يا عبادي اني جعلت اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تخيل ربنا ينهي الدنيا وينفخ في يعني الملك ينفخ في البوق يموت الكل،
لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فيرد بذاته على ذاته. لله الواحد القهار. لا ظلم اليوم. ما قالش بقى، ما ذكرش ولا ذنب من ذنوب الدنيا. شوف ذنوب الدنيا عامله قد ايه، لكن قال لك هو والله في يمكن كده في بصيص امل كده، يمكن انت تبت كده وهو قبل توبتك، وانت عرفت بقى او ما عرفتش، فتتفاجئ ان ربنا يقول لك ايه، والله انا اخفيت الذنوب دي عن العباد ودلوقتي انا بغفرها لك ومش هفضحك بيها. اما الظلم ده شيء فظيع، ده شيء بشع. الا ان تظلم، يعني الا ان تظلم انسان لا ناصر له الا الله، او لم تنصر انسان لا ناصر له الا الله، وتصمت عن حق وتصمت عن، يمسك في رقبتك يوم القيامه قدام ربنا يقول له ظلمني، والظلم ربنا ما سمحش فيه. لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. فقضي حياتك زي ما انت عايز، في الطرف، في الترفيه، في ابن الشيخ، في طرف آل الشيخ، وعيش حياتك. وقول فلسطين ليست قضيتي، وده طعميه وده كشري وده بتنجان وده بتاع، واسخر كما شئت، وبيننا وبينك موعد عند الله. تعالوا نكمل مع بعض نشوف ما آخر التطورات. صواريخ حزب الله تسقط على مستوطنات شمال الضفة الغربية. وصلت صواريخ حزب الله اللبناني إلى مناطق شمال الضفة الغربية للمرة الأولى في المواجهة التي تشهد تصعيدا كبيرا بين المقاومة اللبنانية والجيش الإسرائيلي. وأطلق الحزب مساء الاثنين عشرات الصواريخ، جزء منها وصل حيفا، فيما وصل جزء ثاني لمستوطنات شمال الضفة الغربية في نابلس وسلفيت وقلقليلة. وسقط أكثر من صاروخ قرب مستوطنات غرب سلفيت، مثل مستوطنات أرئيل وبروخيم، فيما سقطت صواريخ بالقرب من بلدة ديرستا التي تقع شمال مدينة سلفيت. ده بعض الاهداف، يعني ايه، بعض الصواريخ اللي اصابت، اللي اطلقها حزب الله، صواريخ حزب الله. تمام. اما بقى بنتكلم طبعا في ان في حصيله اليوم بيتكبدها حزب الله، حصيله موجعه وحصيله كبيره، حوالي يعني اقترابا من 300 شهيد اليوم. وده اللي هنبدأ نشوفه. الأمر مش نزهة، الأمر مش نزهة. يا اللي أنت بتقول لي أنا قاعد، لا ومش قاعد وبس، يا ريتك حتى كافي الناس شرك، لا وده ملته إيه، وده مش عارف إيه. تعالوا نشوف مع بعض العدوان الإسرائيلي على لبنان، 274 شهيدا ومئات الجرحى إثر غارات على الجنوب والبقاع. وده رقم كبير، استشهاد أكثر من 274 لبنانيا، وأصيب 1024 آخرون جراء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الاثنين على مناطق واسعة في لبنان. تطاولت معظم البلدات الحدودية بينها 80 غارة على مناطق في النبيطة. ودخلت الحرب على جبهة لبنان مرحلة جديدة من تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان عبر شن هجمات مركبة على مدى يومين استهدفت أجهزة اتصالات حزب الله وأسفرت عن استشهاد وجرح المئات. تلاها عدوان على الضاحية الجنوبية أسفر عن استشهاد وجرح المئات، بينهم قيادات في قوة الرضوان التابعة للحزب. اعتداءات استدعت ردا غير مسبوق من حزب الله، تمثل بإطلاق رشقات صواريخ ثقيلة، ووصلت حتى عدة مناطق تقع شرقي مدينة حيفا المحتلة، مستهدفة قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية ومجمعات الصناعات العسكرية التابعة لشركة رفائيل، في وقت تزداد التحذيرات الدولية والأممية من خطر التصعيد في المنطقة. وفي رسائل كمان، لبنانيون يتلقون اتصالات ورسائل إسرائيلية تطلب منهم إخلاء منازلهم. من اللي تلقوا الرسائل والاتصالات وزراء، يعني وزراء تلقوا في مكاتبهم رسائل واتصالات من العدو الفاجر، بتقول لهم يلا امشوا سيبوا اماكنكم، اخلوا الاماكن علشان احنا هندمر وهنعمل. فخلونا بقى نختم بالاستعدادات اليمنية.
وان شاء الله زي ما دايما بيقروا عينينا فاكيد برضه هيقروا عينينا ان شاء الله. حكومة صنعاء اليمن لن يتوانى، ده اخر تصريح، اليمن لن يتوانى عن القيام بواجبه في وجه الارهاب الصهيوني الامريكي. قال ناطق حكومة صنعاء وزير الإعلام هاشم شرف الدين الاثنين: اليمن لن يتوانى عن القيام بواجبه في نصرة المظلومين في وجه الإرهاب الصهيوني الأمريكي وكل أشكال الاحتلال والعدوان والقمع، في إشارة إلى أن صنعاء ستقوم بمساعدة لبنان عسكريا. ده آخر التطورات. وقال في بيان حكومة صنعاء أن الهجوم الصهيوني الشنيع على لبنان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، واعتداء صارخا على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدا دعم صنعاء الثابت لحق الشيعيين الفلسطينيين لحق الشعبين الفلسطيني واللبناني في الدفاع عن النفس بكل قوة. وطالبت حكومة صنعاء أحرار العالم بالتحرك لإيقاف هذا العدوان، فيما طالبت أيضا الأمم المتحدة ووكلائها المعنية، وكلائها دي حلوة قوي، المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لضحايا هذا العدوان. أنا رحت بصراحة وكلائها للوكلائها العرب، هم وكلائها كتير يعني. والأحرار بقى، الأحرار هو أنتم، وهو الجبهة اللبنانية، وهو الجبهة العراقية، والجبهة الإيرانية، وبس. ونسأل الله السلامة. وما تنسوش بقى تبقوا تشيروا الفيديو ده ونكدوا على العيال المنبطحين المطبعين، فده التنكيد عليهم ده واجب، لازم يبقى كل يوم كده، يبقى في تنكيده كده. فانت ما تحرمش الفيديوهات بتاعتنا من الانتشار، لايك شير كومنت مش عارف ايه، بتروح لهم غصب عنهم، بتيجي في وشهم كده، بتجبرهم ان هم يشوفوها يعني الى اننا نشوف ان شاء الله، ودعواتكم كده ان شاء الله نشوف ما يقر اعيننا.